السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ طبعا زي ما انتم شايفين عاملين النهاردة كنافة بالمانجا. طبعا ما ينفعش الصيف يعدي من غير ما نعملها. يلا نسمي نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ ونشوف عملنا ايه. اول حاجة هنا عملنا الشربات بتاع الكنافة. مش هحتاج شربات كتير، بس هحتاجه تقيل شوية. عملت نص كوباية من السكر على كوباية من المية ونص ليمونة، بس كده. هحطهم على النار لغاية ما يغلوا. بعد ما يغلوا ب5 دقايق هشيلهم واحطهم يبردوا. انا عندي هنا الكنافة، هنا زي ما انتم شايفين الشربات شلته في بولة كده يبرد، وانا عندي هنا الكنافة متقطعة. هجيب الصينية بتاعتي اللي انا هعمل فيها الكنافة. انا هعمل ايه؟ هفرد الكنافة بس. هدهن الصينية سمنة بالشكل ده، تمام. مش هزود السمنة قوي لان هزود السمنة على الكنافة، وهعمل ارضية كده للكنافة. طبعا الصينية هنا مش هتاخد، دي الكنافة دي نص كيلو، مش هتاخد نص كيلو كله، فهعملهم على صينيتين. وعندي هنا نص كوباية من السكر. هحط نص السكر هنا ونص السكر في الصينية التانية، واخلط ده كله مع بعض. قلبت السكر مع الكنافة وبعدين هرش عليها من حوالي 3-4 معالق سمنة. النص كيلو تقريبا كنافة كله بياخد كوباية سمنة، واقلبهم كده. ادي الصينيه التانية اللي انا قلت لكم عليها، حطيت برضو عليها شويه من السكر، نص كوبايه. السكر المطحون يا جماعه بيفيد ان هو بيخلي الكنافه مقرمشه معايا. بس كده. هحط صينيتين في الفرن. زي ما انتم شايفين هنا بطلع الكنافه كل شويه وبقطعها كده، او بالشوكه، بكسرها بالشوكه. ليه؟ اسهل، بدل ما اقعد احطها على البوتاجاز من فوق واقعد اقلبها، بتاخد سمنه كتيره اكتر من كده، وبصراحه بتاخد غلبه كتيره. فانا بفضل ان انا احطها في الفرن. انا عندي هنا كريم شانتيه خام، حطيت عليه كيس من الكريم شانتيه المحلى، وادي كوبايه من الميه الساقعه. عايزه تستعملي لبن مفيش مشكله، براحتك خالص. بس الاضافه هنا كمان جبنه كريمي. هضرب بقى الكريم شانتيه لغايه ما يديني القوام المناسب اللي انا عايزاه، وبعد كده هضيف الخليط الجبنه الكريمي بتاعتي بالشكل ده كده. خلاص ادي الكريمه بتاعتي خلاص خلصت، وادي الكنافه كمان اخدت اللون اللي انا عايزاه. هبدا اكسرها كلها، هضيف الصينيتين بقى على بعض وابدا افتفتهم خالص بالشوكه لغايه ما يبقوا معايا حجمهم صغير جدا. عايزه تضربيهم في الكبه مفيش مشكله. انا هنا عملتهم على ايدي بصراحه بالشوكه كده، واتهرست معايا، وكان طعمها حلو جدا ومسكر بالشكل ده. انا عندي هنا المانجا مقشراها، هنقطعها. بعد ما قطعناها اهي بالشكل ده. في عندي بتبقى بواقي كده في البذر بتاع المانجا، حطيت عليهم نص كوبايه او تلت كوبايه من الميه، وعملوا لي الصوص الجانبي ده. نصلي على الرسول يا جماعه عليه افضل الصلاه والسلام. واللي وصل معايا للفيديو لغايه هنا يا ريت يضغط لايك ويشترك في القناه. انا عندي هنا الشربات هضيفه على كميه الكنافه. انا لقيت الكنافه عندي ما شاء الله نص كيلو، بس كميتها كبيره فعملتها على طبقين. حطيت على الكنافه الشربات الاول 3 معالق في كل طبق، وادي كمان بحط المانجا اللي اتبقت عندي، اللي حطيت عليها زي ما قلت لكم تلت كوبايه من الميه كده، وعملت النوى بايدي فنزل البواقي المانجا اللي كانت عليها. الحركه دي مش مهمه قوي، بس بصراحه المانجا لما بتتخلط بالكنافه بتبقى طعمها جميل ما شاء الله. جربوها يا جماعه، وصفه جميله جدا قبل يلا ما المانجا تخلص في السنه دي. بس كده هجهز ده كله. هنا اتبقت عندي معلقه كمان من المانجا حطيتها على الكريمه، يبقى كله مانجا في مانجا اهو. واحاول اخلط المانجا بالكريمه بالراحه خالص عشان الهواء اللي جوه الكريمه ما يخرجش. هتدي تطعيمه مانجا بس بالشكل ده. خلاص نحط بقى الكريمه على المانجا واوزع كريمه على المانجا ايه كريمه على الكنافه، واوزعها بالشكل ده. صلى على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. ما شاء الله كميه الكريمه كتيره. بعد كده هحط المانجا.
خلاص ما بنعملهاش بقى كل يوم، فلازم ايه ما نستخسرش فيها. هداك لي قطعة كنافة بالمانجا ما شاء الله احلى من المحلات. يا رب الفيديو تكونوا استفدتوا منه وينال رضاكم، والوصفة تكون سهلة وخفيفة عليكم ان شاء الله. ما شاء الله وصفة جميلة، يا رب تجربوها. خطيرة يا جماعة، ما شاء الله طعمها هايل، عندي كل الولاد عجبتهم ما شاء الله. اعمليها هتلاقيها تحفة 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 ما شاء الله. كفاية شكلها بس يفتح النفس. شايفين عاملة ازاي؟ وهنا بنقطع منها حتة، بسم الله ما شاء الله. شايفين الكريمة هنا مندمجة مع الكنافة، بس هي الكنافة مش باينة تحت شوية، بس ما شاء الله طعمها روعة وبسيطة جدا وجميلة اوي في الصيف. واشوفكم في فيديو جاي بإذن الله. مع السلامة.